جميع الديمقراطية في العالم كله بيتفقوا على طريقة معينة في اختيار الحاكم، والطريقة المعترف بها صندوق الانتخابات المعترف به. وقد تمت انتخابات مصرية نزيهة، وجاء الشعب المصري وقال كلمته واختار سيادة الدكتور محمد مرسي. فما سبب التظاهرات غير منطقية؟ وهل ما يسمى تمرد أي واحد يجمع توقيعات أو توكيلات مشكوك فيها أصلا يمكن أن تستخدم كبديل لصناديق الانتخابات؟ تجرد جمعت 12 مليون. هل يجمع توقعات أكثر يمسك الحكم الصح؟ ولازم نتفق على آلية ديمقراطية. وقد قال الشعب كلمته واختار سيادة الرئيس محمد مرسي طواعية في أنزه انتخابات في التاريخ، ونحن وراء الرئيس محمد مرسي حتى يكمل مدته أسوة بالدول المتحضرة وأسوة بالدول المتقدمة، وإلا سينقلب إلى سيناريو من الفوضى. لأن لو جاء رئيس ثاني عن طريق الفوضى والمظاهرات سوف يأتي أناس آخرون ويسقطوا الرئيس الجديد، وبالتالي لن يعيش لمصر رئيس ونصبح دولة مثل سوريا ومثل الصومال ومثل الدول الأخرى. فنحن هنا مع الرئيس لاستكمال مدته وفقا لاستحقاقات الانتخابات الرئاسية السابقة ووفقا للدستور المصري الذي يقضي أن يكمل مدة 4 سنوات. وإن شاء الله باقي للدكتور مرسي 7 سنوات، 3 سنوات على السنة الماضية ثم 4 سنوات سوف ننتخبه لولاية أخرى بأمر الله. مطالب رئيسية. المطلب الأول شرعية، المطلب الثاني إحياء العملاق الإسلامي في مصر، الطلب الثالث هو إحياء الخلافة الإسلامية. أنا بالنسبة لي وانت رايك في يوم ال 30 يوم 30 هتبقى يوم عادي، واللي هيخرج من الشرعيه هنتصدى له. انا مش هقبل كمواطن مصري ان حد يتعدى عن شرعيتي وحط صوتي في صندوق اي حد هيتعدى عليا. انا لما مش هسمح له ابدا خالص. الشعب المصري الحر والناس النبلاء هينطلقوا عن الشرعيه، ومحدش هيجي الشعب المصري يتعدى عليه تاني ابدا، ولا يزود اصواته ولا يطلع عليه مثل النظام السابق. يعني ان شاء الله الشعب. شكرا. سعيد. شكرا. محمد